في فيديو النهارده هنجرب طريقه جديده لعمل بلح الشام او الضتلي، وهي باختصار عباره عن ان احنا هنعمله بدون بيض. بصراحه كنت مستغرب الطريقه لان كنت متحمس جدا ان اجربها واشوف الطعم هيبقى عامل ازاي. وبس كده، كل اللي عايزه منك تتحمس معايا ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول خطوه هنقول بسم الله، وهنحتاج 3 كوبايات ميه، وهنضيف عليهم 3 معالق كبار سكر، 3 معالق كبار زيت، نص معلقه فانيليا، وهنقلب المكونات على نار متوسطه. واول ما الميه تبدا في الغليان هنضيف كوبايتين ونص من الدقيق، نص كوبايه نشا، وهنقلب كويس. واول ما تبدا تتماسك معانا بالشكل ده هنرفعها من على النار، وهنستمر في التقليب لحد ما حرارتها تقل. وبعد ما حرارتها تبدا تقل هنعجنها على الرخامه، وهنعجن كويس لحد ما تبقى ناعمه معانا. وبعد ما العجينه لونها يفتح وتبقى ناعمه معانا بالشكل ده، دلوقتي هنركنها على جنب ونبدا نجهز الشربات. وبالنسبه للشربات على نار متوسطه هنضيف كوبايتين ونص سكر، وهنضيف عليه كوبايه ونص ميه، واول ما يبدا في الغليان هنضيف عليه معلقه كبيره عصير ليمون، نص معلقه فانيليا، وهنقلب كويس. وبعد التقليب هنسيبه على النار لمده حوالي 5 دقائق ونطفي النار. وبعد مرور حوالي 5 دقائق هنرفعه من على النار. وكده السيرب او الشربات اصبح جاهز. ودلوقتي هناخد قطعه من العجينه ونبدا نحطها في كيس حلويات. هنحتاج صينيه ونبدا ندهنها بالزيت. وبعد ما ندهن الصينيه هنبدا ننزل عليها بلح الشام. واول ما نوصل للحجم المناسب هنقصها بالمقص بالشكل ده. وبعد ما نقطع باقي الكميه هنبدا دلوقتي في القلي. وعلى نار متوسطه هنسخن الزيت. واول ما الزيت يسخن هنقول بسم الله ونبدا نقلي. واول ما يطفو بالشكل ده هنبدا نقلبه لحد ما ياخد لون ذهبي محمر. واول ما ياخد معانا لون ذهبي محمر بالشكل ده هنبدا نطلعه. وهنبدا ننزله في السيرب او الشربات. وبعد ما نقلبه في الشربات هنبدا نطلعه. وكده بلح الشام اصبح جاهز على الاكل. وبص بسم الله ما شاء الله شكله بقى عامل ازاي. وهو ده كده شكلها من جوه، طالعه معانا هشه ومش معجنه ولا اي حاجه خالص. ويلا بينا دلوقتي ندوق ونشوف الطعم عامل ازاي. بسم الله. انا عايز اقول لكم ان لحد دلوقتي مش مصدق ان دي طريقه بلح الشام من غير بيض. عايز اقول لكم ان طعمها احسن من اللي بنضيف فيها بيض بمراحل. طالعه معانا هشه ومقرمشه وحرفيا بتدوب في البق. انتوا اكيد لازم تعتمدوا الطريقه ديت، واكيد ان شاء الله هتعجبكم. وبس كده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.